ازيكم يا كتاكيت؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا الفيديو اللي فات. النهارده راجعه لكم فيديو جميل وجديد وجوله كمان جديده وجميله وكمان ممتعه في قلعه قايتباي بالاسكندريه. طبعا بقى انتوا عارفين انا مش هروح كده المكان ده من غير ما اخدكم معايا كده في المكان التحفه الجميل جدا ده. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش لو انتوا اول مره بتشوفوني، انا اسمي زينه ودي قناتي، اتمنى تعملوا اشتراك في القناه وتسيبوا لي كومنت جميل زيكم. اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو، انا فين؟ انا في قلعة قايتباي بالاسكندرية. للي ما يعرفهاش، خدتكم بقى كده معايا جولة، صورت لكم كل حاجة في المكان التحفة الجميل ده. قضينا يوم جميل جدا ويوم ممتع جدا ويوم بصوا مليان كده، مليان كده طاقة إيجابية. وكفاية أصلا منظر البحر وكفاية جمال البحر وهدوء البحر وطعامة البحر. بصوا في أحلى ذكريات حياتي. المكان ده بجد يا جماعة أنا لما بروح فيه مش عارفة بحس بكمية كده راحة نفسية وكمية طاقة إيجابية. مش يعني انتوا مش قد ايه مش متخيلين بجد المكان ده جميل قد ايه وانا بحبه قد إيه. مكان كله عظمة وكله حب كله جمال. يعني بصوا مش قادرة اقول لكم بجد انا بحس بانتصار ازاي. بلدنا جميلة جدا، بلدنا حلوة، بلدنا حلوة يعني. كل حاجة فيها حلوة، كل حتة فيها جميلة، كل حتة فيها حلوة. بصوا تحفة والله. منظر البحر كده من فوق كده، من القلعة من فوق تحفة. منظر المباني، منظر المراكب، كل حاجة كل حاجة تحفة، كل حاجة جميلة. بجد يعني مش كنتش اصلا عايزة امشي واسيب المكان. انا كل مرة بروح هناك مبقاش عايزة امشي واسيب المكان. ما تنسوش بقى تكتبوا لي كده في التعليقات لو في حد راح زار المكان ده قبل كده. اكتبوا لي كده في التعليقات. شايفين منظر البحر جميل ازاي؟ تحفة يا جماعة بجد تحفة. اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا زرتوا المكان قبل كده، رحتوه كم مرة، رحتوه انتوا عندكم كام سنة، حبيتوا المكان ولا لأ. ادوني تقييم كده عن المكان وجمال المكان وحلاوة المكان. بصوا شايفين منظر البحر تحفة. البحر كان اليوم ده كان هادي كده وصافي وجميل. يعني بجد تحفة تحفة، كل حاجة جميلة، كل حاجة تحفة. بصوا المنظر، بصوا الجمال. بصوا انا حبيت كده اصور لكم كل حاجة. الهدوء بتاع المكان كده وجماله. طبعا احنا قضينا بس اليوم كده في القلعة بس ما رحناش في حتة تانية. اصلا كانت الشمس كمان اليوم ده كانت جامدة. كانت جامدة جدا كمان. يعني دي سجودة هنا بصوا كانت فرحانة جدا ومبسوطة جدا بالمكان وجمال المكان. حبيت اصور لكم كل حتة. طبعا دي حالة ادعوا لها بقى ربنا يشفيها ويعافيها. اصلا عايزه اقول لكم اليوم ده انا كنت في المستشفى، وبعد ما طلعنا من المستشفى كنت بعمل لها اشعه وبطمن على ايدها. بعد ما مشينا بقى اليوم ده كنت طبعا في، يعني الايام اللي فاتت ما كنتش احسن حاجه ونفسيتي ما كانتش احسن حاجه. فقلت بقى لا يعني نخرج كده ونغير جو ونطلع الطاقه السلبيه اللي جوانا ونبتدي كده نشحن طاقتنا تاني من اول وجديد. فحبيت بقى زي ما قلت لكم ان انا اشارك معاكم اليوم الجميل اللذيذ ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا بصوا المكان ده خصوصا انا مكنتش عايزه امشي منه. المكان ده بيبقى فوق كده من القلعه من فوق وببقى شايفه منظر البحر كله. وشايفه اسكندريه كلها يعني هناك خالص كده. لو انتوا شايفين لو هتعملوا زوم هتلاقوا مكتبه اسكندريه كده، وهتلاقوا بقى اليخت والمراكب الصغيره كده في قلب الميه. بصوا هنا كده منظر القلعه من فوق كان شكله تحفه، والعلم علم مصر كده. بجد كان منظر فظيع. دي كده القلعة تحت، في دخلة القلعة من تحت شايفين الناس والسياح بقى. وكمان حظنا ان احنا رحنا في وقت فيه امتحانات يعني ما كانتش زحمة. فكان بجد كان الجو فوق التحفة، فوق التحفة بجد. كان حلو جدا جدا. هنا بقى دي المباني والبيوت والعماير والمكان اللي هو المناطق السكنية. حبيت برضو ان انا اصورها لكم. عملت لكم جولة كاملة في المكان، المكان كله. بصوا انا بلف لفتي وبرجع تاني للمكان اللي انا بحبه ده. حلو قوي، عجبني جدا كمان. كل حاجة جميلة، كل حاجة جميلة بجد. يعني مش قادرة اقول لكم. دي منظر القلعة اهو كده مثبتها لكم. تعالوا بقى اخدكم كمان معايا جولة في القلعة من الداخل. اهو كده زي ما انتم شايفين ده منظر القلعة في الداخل.
كده ده شكل القلعة من الداخل زي ما قلت لكم. هي بتبقى عبارة عن ممرات كده او غرف مثلا. عايزه اقول لكم كان في كمان اللي هي كل مكان كده كان في اللي هي الشبابيك الصغننه دي. الشبابيك دي عايزه اقول لكم بتطل كمان على البحر. بصوا كل طوبه كل حجر في المكان كل كده. تحسوا كده بفخر بجد، تحسوا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه اوصف لكم احساسي، بس بجد حاجه جميله، حاجه قيمه، حاجه كده بتحسسنا بعظمه التاريخ فعلا يعني. مكان ما شاء الله. بص الطوب ما شاء الله. انا يعني بتعدي سنين، انا يمكن بروح مثلا كل كام سنه هناك. عايزه اقول لكم ان انا المكان زي ما هو، بل بالعكس هو بيزيد جمال. كل مدى ما بيزيد جمال وجمال. يعني ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. جبت لكم تاني اهو منظر البحر كده من فوق القلعة. تحفة تحفة بجد، منظر حلو قوي، كنتش عايزة امشي واسيب المكان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتم، اتمنى تروحوا كده تزوروا المكان ده. بحبكم جدا كلكم في الله.